اقول لك بقى على حاجه، اقول لك على حاجه، انا هعيط. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. الانترنت كان قاطع عندي من كام يوم، فكلمت خدمه العملاء، قلت شوف ايه القصه دي. وانا عندي عاده كده معينه لما بكلم خدمه العملاء بقعد ارمي لهم شويه كلام كده في النص عشان خاطر يعرف بطريقه ما ان انا كنت شغال كاستمر سيرفيس قبل كده، ظنا مني ان هم كده هيخدموني او يسرعوا لي مشكلتي تتحل اسرع. فاقعد اقول له انا مش عايز اطول عليك، انا مش عايز ابوظ لك الاتش تي بتاعك يعني، بس انا مشكلتي لازم تتحل. هو الفلور ووكر جوارديولا هيبتدي بيه النهارده ولا هيلعب باكي ناحيه اليمين ولا هيعمل ايه؟ فبقول له دلوقتي انا بقالي يومين الانترنت قاطع وحياتي كلها بايظه وشغلي كله عباره عن الانترنت، فايه بقى القصه دي؟ الايجنت رد عليا بعذر غريب جدا، قال لي هو حضرتك مش لوحدك يا فندم، هو في كذا حد غير حضرتك متاثر بنفس العطل ده. فلقيت نفسي بقول له طب بجد والله يعني انا المشكله مش عندي انا بس؟ قال لا والله يا فندم ده كذا حد برضه غير حضرتك. فقلت له لا خلاص لو كده ربنا معاكم يا رب ان شاء الله وتحلوا المشكله. طيب خلاص بتأمر باي خدمه تانية يا فندم؟ قلت له لا شكرا مع السلامه وقفلت. بعد ما قفلت قعدت فكرت شويه، هو ايه العذر ده؟ هو انا ليه عديتها؟ يعني لو انا حد بيغتصبني وببص على يميني لقيت في حد تاني بيغتصب فقوم قايل لي خلاص لا الحمد لله، طب ما هو الراجل برضه، ما انا مش لوحدي، ما الراجل برضه جنبي هنعمل ايه يعني؟ على الاقل خالص الحمد لله انا عادي، هو الراجل اللي جنبي افريكان امريكان. وده بقى اللي خلاني افكر في موضوع النهارده، وهو الحجج والاعذار. في عذر يا جماعه بيبقى اعذار منطقيه واعذار مقبوله عادي، يعني اللي هو ما عرفتش يا معلم والله اكلمك امبارح كنت نايم، الراجل كان نايم، هنقول له ايه؟ عذر منطقي ومقبول. في بقى اعذار تانية غير منطقيه تماما، بس من كتر ما الاعذار دي بقت تتقال احنا بقينا خلاص بنورماليز الموضوع بقى يعدي. وهي ليها شويه انواع، يعني مثلا في عندك النوع بتاع العذر اللي من 3 حروف انجليزي او العذر المرضي الحديث. يعني تبقى نازل مع واحده في ديت تلاقيها قاعده عماله بتعدل في الشنطه بتاعتها، تعدل في الموبايل، تعدل في المفاتيح، تظبط في المفرش، تقوم من فوقيك تعدل البرواز، تروح تعدل البيبيونه بتاعه الويتر اللي جايب لك الاوردر، طبق تعمله كده والبتاع، فتقول لها ايه في ايه بقى، ايه العبط ده؟ فتقول لك والله معلش اصل انا عندي OCD، لازم احب الحاجه تكون منظمه. يعني انت بتحب الحاجه تكون منظمه ونازله في ديت معايا عايزه ترتبطي بيا؟ ده انت ربنا معاكي، فيري جود تشويس. تبقى قاعد بتتكلم مع بنت في موضوع مصيري وتقول لها والله بص انا دلوقتي انا جاي لي شغلانه بس انا يعني انا مش عارف اعمل ايه، هي مفيده جدا للكارير بتاعي بس كفلوس وايز هي اقل شويه وهتاخد مني وقت اكتر، فيعني انت رايك ايه في ايه ده؟ انا ضوافري شكلها غريب قوي النهارده. الولاعه دي غير اللي كانت معاك قبل كده صح؟ المكان فيه ناموس كتير قوي. طب هو انت مركزه في الكلام اللي انا قلته؟ لا والله معلش اصل انا عندي ADHD، ده اللي هو بيبقى فرط حركه، بقعد اتحرك كتير وبيبقى تشتيت، ببقى بتشتت وقله تركيز مع سنه قله ذوق من فوق. طيب بصوا يا جدعان، 3/4 الناس اللي بتقول ان هي عندها ADHD هم ما عندهمش ADHD، هو ده سيلف دايجنوس، هم عملوا لنفسهم تشخيص ذاتي، قلبوا كده فروا في كام سلايد على التيك توك فقال لك انا عندي ADHD. وبرضه لو في دكاتره من الدكاتره اللي بيتفرجوا او بيسمعوا البرنامج يقولوا لنا كميه البنات اللي بتقول ان هي عندها ADHD دي غير حقيقيه يا جماعه. اصلا البنت اقل عرضه للاصابه بمرض ADHD ب3 مرات اقل من المعدل الطبيعي للولد. يعني انا في الناس اللي اعرفها مثلا في بتاع حوالي 5 بنات 3 منهم بيقولوا ان هم عندهم ADHD. فيا ريت بلاش نعمل سيلف دايجنوس ونروح للثيرابيست او نروح لحد يكون مختص ان هو يعرف ان هو يشخصنا. صدقيني والله هتطلعي ب3 حروف برضه او ممكن تطلعي ب4 كمان، بس ما تشخصيش نفسك وتقولي ان انت عندك ADHD. وبقينا بقى نرزع اي 3 حروف او اي 4 حروف انجليزي ورا بعض. لو في ايه يا بت مالك في ايه؟ معلش انا عندي PTSD. طب ايه؟ طب احنا محتاجين نروح الصيدليه ولا حاجه؟ محتاجه تجيب فوط صحيه ولا حاجه؟ وبعدين بقى المتخلف ده، انت ما قريتش كتاب؟ ما شفتش ولا تيك توك من التيك توكس اللي انا بعتها لك؟ انت مش عامل فولو لصفحه منتال هيلث ولا ايه؟ PTSD يعني بوست تروما سيندروم ديس اوردر، انا عندي PPD، انا عندي هونداي HD، وبقينا نقول اي كلام عشان خاطر يبرر الافعال بتاعتنا، لدرجه ان في ناس بقت تخترع امراض. يعني يقعد يقول لها ايه انت لابسه ايه دلوقتي؟ طب ما ابعتي كده بقى اي حاجه حلوه بقى، سند نودز. طب سند دودز عشان بتخانق. فتقول له مصطفى انا بجد ما بقتش مرتاحه في طريقه الكلام معاك والموضوع انت يكروس ذا باوندريز. رضوى انا اسف بس انا مريض وعندي HSD في حالات متاخره، يعني عندي هاي 6 درايف، في اوقات كتير قوي مش ببقى انا اللي بتكلم، بيبقى هو اللي بيتكلم، وصعب ان انت تعيش حياتك وانت جواك وحش هايج على طول. مصطفى انا اسفه جدا انا ما كنتش اعرف. ولا يهمك يا رضا ولا يهمك. لابسه ايه دلوقتي؟
في بقى نوع تاني من الاعذار من اللي هي الانواع الدخيله علينا، اللي هو الاكسبريشن بالانجلش، اللي هو جمله انجليزي. يعني تخش مثلا تقول لها ايه، هو انا انتبيوتيك، هو انا مضاد حيوي، امال ليه بترد عليا كل 12 ساعه؟ معلش والله اصل انا باد تكستر. بس خلاص اهي، ايوه اهي كده معقوله شويه، باد تكستر، انا كده عرفت. معلش بس انا اسف، المسج بتاعتي عند حضرتك بقالها 10 ايام عمل، ايه بقى عملتي لي ايه في الريكوست اللي انا كنت طالبه ده؟ معلش والله اصل انا ليت ريبلاير، وانا اللي كنت فاكرك بتتجاهليني. طب اجيلك بعد قد ايه طيب يا استاذه؟ هاي هي استاذه، تعالى بقى بعد سنه بقى على بال ما الليت ريبلاير يبتدي يرد عليك بقى، تبقى بتتحاسب وانت مش عارف انت عملت ايه غلط، مع ان انت مبتدي اليوم كله صح من اول ما صحيت الصبح وقلت لها صباح الخير يا حبيبتي، وانت نازل بعت لها قلت لها ان انت نازل، وفي نص اليوم كلمتها اطمنت عليها، وصليت كل الصلوات بتاعتك، وكلت ورجعت على البيت على طول من غير ما تقعد مع اصحابك على القهوه، ولسه لحد دلوقتي بتتعامل معاك بطريقه زي الخرا. وبعد 174 مره سالتها مالك وقالت لك مفيش، وفي المره ال 175 بعد ما كنت خلاص جبت اخرك وقلت لها مالك وقالت لك هقول لك تستحقها بعد ان اثبتت ولائك، ولسه هتقول مالها وانت قاعد مستني هتقول مالها، هتقول عندها ايه، تقوم قايله لك اي ام بي ام اس. يلا اعترض بقى، هتعرف تعمل معايا حاجه؟ هتعرف تعمل معايا حاجه؟ هتعرف تعمل مع ميتين امي حاجه؟ ولا تعرف تعمل معايا حاجه؟ اعترض بقى، اعترض على التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل للانثى. ها اقول لك بقى على حاجه، اقول لك على حاجه انا هعيط وتعالى بقى صالحني يا ذكر، هتيجي تصالحني. يكون الولاد ملاغي الدفعه بتاعتها كلها، وبعت لا مؤاخذه صور لكل الدفعه بتاعتها البنات، وداخل دي على الماسنجر وداخل دي في الدي ام وبتاع، وتيجي تكلمه ويقول لها اصل انا سويت توكر. فالله بجد انا كنت فاكرك خلاص يا جماعه ده طلع سويت توكر. يا عم صباح العسل على الراجل ابو لسان عسل، الراجل اللي زي العسل. خلاص يا عم خلصانه يا عم. تشوف صوره على الفيسبوك تتصل بيها وتقول لها ايه ده، انت ازاي تسمعي لنفسك في وضع زي ده؟ مين ده يا هارم اللي انت قاعده على حجره ده؟ وازاي تتعاملي بالاسلوب ده؟ تقول لك ثانيه انت بتتكلم معايا كده ليه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني، ده انا اللي لا قبل ما تقول اي حاجه، ده هاني ده البيست فريند. انت عارف يعني ايه البيست فريند؟ ده انا عارفاه من قبليك. يا سلام، اما النظام حلو بشكل. والله انا راجل احب النظام. لا خلاص اذا كنت انت عارفاه من قبليه، لا انا ما اقدرش اتعدى دور حد، فبس ممكن بس اعرف انا رقم كام؟ يعني ممكن تديني رقم ابقى قاعد مستني بس الاي في ار يقول الرقم بتاعي. عميل رقم 53 الرجاء التوجه لحجر ندى. في بقى نوع كمان ناس بتستخدم الابراج بتاعتها كعذر ليها، اللي هو والله يا بنتي مش دي مش طبيعتي، هو البرج بتاعي هو اللي بيخليني ابقى متحكم بطريقه بنت اصل انا برج الاسد. انا مجنونه كده وشعنونه، اصل هو برج الجيميناي بيبقى دايما كده، تحس ان انت في وقت كده انرجيتك ومجنون كده وشعنون ومش عارف انت عايز ايه، وفي مره ما حدش يتكلم معايا يا جدعان، هو كده، هو برج الجوزاء كده، هو بيبقى برج مودي، فانا دلوقتي مودي جابر، محدش يتكلم معايا يا سيدي، هو برج الجوزاء كده. في بقى حاجه بحبها قوي، اعذار الشغل. يعني تلاقيه مثلا عامل ايه، بعت لمديره كده ايوه بص انا جدتي توفت وللاسف لازم اسافر سيراليون ضروري جدا عشان خاطر مراسم الدفن كلها هناك، هندفن وبعد كده هنحرق، بعد كده هنطير الاشز بتاعتها في الجو يعني، فانا مش هعرف للاسف اجي بكره ولا بعده. حاجزين كام يوم؟ 3 فشخ كتير قوي. ولا بعده، يعني انا كده مش هعرف اجي لمده 3 ايام. وتلاقي البي في نويبع بقاله 4-5 ايام واخد لونج ويك اند والدنيا بالنسبه له زي الفل، والتانيه برضه ما راحتش الشغل، مدير اتصل بيها الو مستر معلش مستر انا صاحي النهارده زوري مقفول ومش عارفه مش هعرف اجي الشغل النهارده، انا اسفه. وتلاقيها بالليل في الخطوبه بتاعت صاحبتها قاعده بقى عماله بترقص على الاغاني الشعبي وبتاع، وشاب بيرقص على الترابيزه عادي. عايز بس اقول لكم حاجه في اعذار الشغل، لا اعمل يا عم صباح الفل عادي، اعذار الشغل عادي، انا اصل انا عملت كده فعادي، مش هقدر مش هعمل عليك، مش هعمل عامل اللي فيها، فلا عادي صباح الفل. بس النصيحه اللي اقولها لك، اعرف انت عندك كام جد وكام جده، فاهم؟ يعني انت عندك 2 تيتا، ما ينفعش تقول له تيتا ماتت وبعد كده بعدها باسبوعين تقول له تيتا ماتت، بعدها بشهر ولا 3 شهور تقول له تيتا ماتت، ما ينفعش. عندك 2، زود في الخالات وزود في الخلان عادي. في بقى الاعذار بتاعت البلوجرز، اللي هو يا جماعه ده ماضي كونتراكت، يا جماعه ده عامل اعلان لمقاطعه، اصل هو ماضي كونتراكت، ده هييجوا يقفلوا له الشقه، ده هييجوا يفشخوه، ده هياكل بعد كده من هياكل الرصيف، هيعض الاسفلت.
لا لازم يعمل. ونجم كبير، نجم كبير بجد، هو مش ناقصه اي حاجه من الاعلان، وطلع زعق لنا ايام الاحداث لما كانت، وقعد يقول لك انجلش ايه، صوتك يوصل لحكومتك في بيبسي كوكا، طب هات. وقلب الكوكا بقى ايه بظهر المعلقه مقلوبه، فاهم؟ اصل ماضيين كونتراكت. اذا كانوا لا ماضيين كونتراكت فلا عادي، صباح الفل، مفيش اي مشاكل، عادي، لا عادي عديها يا باشا. اصل الليبتون الفلانه وفلان كانوا جايبينه من قبل المقاطعه، فنعمله دلوقتي اعلان عادي. ما هو اصلا كان عندي قبل المقاطعه يا جماعه، ارميه يعني؟ لا يا حبيبي ما ترميهوش، بس ما تعملش بيه اعلان دلوقتي. في بقى كلام في الاعذار مقبول وكلام مش مقبول. يعني ايه؟ هقول يا صاحبي معلش والله انا مسحول جدا الفتره اللي فاتت دي. يا صاحبي معلش والله انا مشغول جدا الفتره اللي فاتت دي. انت لو اتقالك الجملتين انهي جمله بالنسبه لك بتعدي؟ الجمله الاولانيه، مع ان مسحول هي مشغول. انت شيل بس السين والحاء وحط مكانها الشين وغين، هتبقى مسحول هي مشغول. لكن انت بتتقبل ان هو واحد مسحول عادي، لكن مشغول لا، انت تشتغل على ميتين امي. معلش يا اسطى والله انا سقطتك خالص، لكن ما يقولكش معلش والله يا اسطى انا نسيتك خالص. ما هي سقطتك هي نسيتك، الفكره ان انت ما كنتش موجود على بالي. بس لا هتسامحه عادي لو قالك سقطتك، ولو نسيتك لا انت كده انا تنساني انا؟ لا انا مفيش مره ما بتحبنيش. معلش يا جماعه والله انا مش معايا كاشات خالص، ده عادي ممكن تسلفه فلوس. لكن لو قالك والله يا اسطى انا مش معايا فلوس خالص النهارده في الخروجه دي، لا انت معفن بقى، وانت ايه انت نازل جاي تتصنطح علينا. ففرق كلمه كاشات من فلوس بتنقلك في مستوى اجتماعي معين. في النهايه لو انت لسه مكمل لحد هنا، فانا حابب اقول حاجه مهمه جدا، كفاياك اعذار. والاخر مره هقولها لك، كفاياك اعذار. مش دايما هنسى وهصفالك على الوضع ده، لا الجاي مش خير. ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك، هيجي اليوم هتلاقي نتيجة إهمالك عايشة وحيد والجرح كبير. فلو أنت موجود على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، وتكتب تحت في الكومنتس ايه اكتر عذر غير منطقي انت استخدمته، او اكتر عذر غير منطقي حد قاله لك، ولو انت عملت له هو ايه ده يا معلم، ايه اللي انت بتقوله ده. وما تنساش برضو تعمل فولو على الانستجرام وفولو على التيك توك. وعايز بس اطلب حاجة بس، اللي هو لو انت على اليوتيوب عندي على التيك توك برضو، لو الفيديو عجبك على تيك توك اعمل ريبوست، عشان خاطر الريتش على التيك توك بقى في الحضيض في البتنجان خالص. ولو انت حابب تسمع الحلقه اصلا صوت في الحلقات اللي هي بتبقاش محتاجه فيجوال او ايا كان، هتلاقي هحط برضو في الرابط في الديسكريبشن، الرابط بتاع البودكاست صوت بس، عشان خاطر تقدر تسمعه. شوف بقى في كل حته اهو، في كل حته، مفيش عذر، مفيش اي حاجه. لو الحلقه عجبتك ما تنساش برضو تعمل لايك، عشان خاطر الحاجات دي يا جماعه بتفرق والله بجد. وبس يا سيدي، كنت معاكم انا محمود النجار في هم يضحك، وخلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم.